السلام عليكم ورحمة الله. نشرة منتصف الليل، أهلا بكم وتتابعون فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوجه رسالة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام. وعشية إحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد، وقفة مع التاريخ عند محطتين فاصلتين في سجل ثورتنا المجيدة: بسالة هجومات الشمال القسنطيني وعبقرية التخطيط الحربي، وحنكة مؤتمر الصمام وعظمة هندسة التنظيم والتنفيذ. وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء يعلن في ندوة صحفية عن إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت بعد الحادث الأليم بوادي الحراش. ارتقاء وزيادة من 51 شهيدا في قصف جوي صهيوني استهدف خيام الفلسطينيين. الحرب دمرت المدارس وما فيش مدارس، واحنا بنيجي نساعد ابويا والاسعار كلها غاليه. والتلفزيون الجزائري يقف عند مأساة أطفال غزة في ورشات الشقاء بدل مقاعد الدراسة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في المستهل وعشية الاحتفال باليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام. وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة إلى الشعب الجزائري، هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أيتها المواطنات أيها المواطنون. نحتفي بيوم المجاهد فنستحضر في هذه الذكرى 70 لهجمات شمال القسنطيني معارك الشرف التي أبلى فيها جيش التحرير الباسل، وأبرزت قدرة المجاهدين الأبطال على تكبيد الجيش الاستعماري خسائر فادحة وموجعة، وتصميما على إلحاق الهزيمة بقواته المدججة من خلال المبادرة بفرض ساحة وتوقيت المواجهة العسكرية على العدو، وأدت إلى توسيع صدى ثورة الفاتح نوفمبر 1954 التي كان العالم يتابع فصولها الدامية، وكان الأحرار في أصقاع الدنيا يرددون انتصاراتها العسكرية في ساحات الوغى وإنجازاتها السياسية في المنابر والمحافل الدولية. في يوم المجاهد يحيي الشعب الجزائري أيضا ذكرى مؤتمر الصمام 69 المنعقد في 20 أوت 1956. ففي تلك المرحلة من مسار الكفاح قررت قيادات الثورة الالتئام في إيفري وزلاجل لإسناد الثورة بآليات التنسيق وبالأطر والهياكل التنظيمية الكفيلة بتحقيق أهدافها، تلك الأهداف التي حددها بيان الفاتح من نوفمبر، وهب الشعب الجزائري الأبي إلى اعتناقها والالتفاف حولها. إن في احتفائنا بهذه الذكرى المزدوجة مناسبة نستذكر فيها مكابدات عظيمة وتضحيات جسيمة ومعاناة أليمة تحملها الشعب بصبر وشجاعة خلال حرب قاسية ضروس خاضها مؤمنا بالنصر وبالحق والحرية، وهي محطة نجدد فيها العهد للشهداء والمجاهدين والوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة في جزائر تبنيها إرادة الوطنيين الغيوريين على الأمانة الصائلين للوديعة، جزائر شامخة قوية حريصة على استقلال قرارها وعلى صون سيادتها، وسائرة إلى غايات التنمية المستدامة الحقيقية التي تدفع بها إلى مستوى البلد الصاعد والواعد بالخير والنماء. وإننا ونحن نقف في هذا اليوم الأغر باعتزاز إجلالا لتضحيات شهدائنا الأبرار، أقف معكم بخشوع للترحم على أرواحهم الزكية، وأتوجه إلى أخواتي المجاهدات وإخواني المجاهدين أطال الله في أعمارهم بالتحية والتقدير. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محطتان يستحضرهما الشعب الجزائري بنفس أبية تعافوا الذل والهوان أو تعافوا الذل والهوان. محطة عظيمة أولى دحضت مقولة عزل الثورة وخبوة جذوتها لتنصدم فرنسا الاستعمارية بوابل من الأعمال الفدائية عبر 26 مدينة في الشمال القسنطيني،
هجومات 20 من أوت 55 900 وألف ضربت 39 هدفا استراتيجيا استعماريا في وضح النهار، وعظمة ثانية تتجلى في محطة يتعالى صداها على من أعالي وادي الصمام المؤتمر الخالد 20 أوت 56، أين أبان رعيل العظماء الثوريين عن حنكة في التخطيط والتقرير وعظمة التنفيذ والتنظيم التي أهانت فرنسا الاستعمارية واستنزفتها حد الاستسلام والتسليم. بالجزائر السيدة المستقلة وبين تضحيات الأمس وتطلعات الغد نقف عند هذا اليوم لتجديد الوفاء للأمجاد وحفظ عهد الأجداد، يقول وليد قادري. قرابة 10 أشهر بعد اندلاع الثورة التحريرية، وبعد 7 أشهر من استشهاد أول قائد للولاية الثانية ديدوش مراد، وعندما اعتقدت فرنسا أنها في مرحلة إخماد لهيب الثورة، خرج القائد الجديد للولاية الثانية أو منقذ الثورة كما يلقب الشهيد زيغود يوسف، ليقرر شن هجمات واسعة في وضح النهار في 20 من أوت 1955 على 27 هدفا بالشمال القسنطيني. هجوم منظم وواسع بسكيكدا، فلفلة، سمندو، القل وغيرها كان بمثابة الصدمة للاحتلال الفرنسي. الرد كان كالمعتاد بوحشية عمياء، قصف بالطائرات للقرى والمداشر أسقط مئات الشهداء، 1500 منهم دفنوا في قبر جماعي أمام ملعب بسكيكدا. فرنسا بذلك لم تدفن سوى قناع إنسانيتها، إذ أن الأهداف الواسعة للهجومات تحققت على أرض الواقع. فك الحصار عن منطقة الأوراس وتوسع نطاق الثورة، وحدثت التعبئة الشعبية بعد أن تبين جليا للجميع أن الثورة قائمة ووراءها قيادة فعلية. وعلاوة على ذلك القضية الجزائرية أدرجت لأول مرة في جدول أعمال الأمم المتحدة. سنة من بعد قادة الثورة يلتقون بقلب هضبة الصمام ليصنعوا ثالث أهم محطة في الثورة التحريرية، والتي وضعتها على سكة الوصول لهدف الاستقلال. قرارات مؤتمر الصمام حددت الأولويات والأهداف وقدمت الهيكل التنظيمي المحكم للثورة. قسم الوطن إلى 6 ولايات تاريخية، وعينت قيادة مركزية، ورسمت خطة للاتصال، وقدم العمل السياسي على العسكري بضرورة الاهتمام بالشق الدبلوماسي للتعريف بالقضية الجزائرية. وعن مؤتمر الصمام أيضا انبثقت لجنة التنسيق والتنفيذ CCE واللجنة الوطنية للثورة الجزائرية سيانارا. هجومات الشمال القسنطيني في وضح النهار حملت معنى الاستعداد لكل التضحيات من أجل الوطن، والتنظيم المحكم لمؤتمر الصمام عبر عن معاني الوعي والوحدة، وهي القيم ذاتها التي لا تزال مغروسة في الوعي الجماعي للجزائريين، وتصنع شموخ واستقرار هذا الوطن وستظل. كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء رستم منصوري أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المحكمة أنه تم إصدار أوامر بإيداع الحبس المؤقت ضد 4 متهمين في قضية حادث سقوط حافلة بوادي الحراش، ويتعلق الأمر بكل من سائق الحافلة وقابض التذاكر والمراقب التقني للمركبات ومالك الحافلة. هذا وأكد وكيل الجمهورية أن عملية التحقيق متواصلة لكشف كل ملابسات الحادث الأليم. المزيد مع حورية جرجار. المتهمين الذين تم توجيه الاتهام ضدهم كالآتي: المتهم سائق الحافلة المدعو دراجي حمزة، تم توجيه الاتهام له عن جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وكذلك تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة. تم كذلك توجيه الاتهام لمرافق السائق قابض التذاكر المدعو أو المتهم هجرس نصر الدين بجنح التسبب في القتل الخطأ والتسبب في الجروح الخطأ
وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر. تم توجيه الاتهام كذلك للمتهم براهمي جلال مراقب تقني للمركبات، وذلك عن جنح تحرير عمدا شهادة تحمل وقائع غير صحيحة ماديا، وكذلك تعريض حياة الغير للخطر وذلك بالانتهاك المتعمد لواجبات السلامة والاحتياط. تم توجيه الاتهام كذلك للمتهم مالك الحافلة المدعو حامق رفيق عن استعمال المحضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع غير صحيحة ماديا، وبذلك تعريض حياة الغير للخطر. بعد انتهاء السيد قاضي التحقيق من سماع المتهمين الأربع لدى الحضور الأول، أمر بإيدائهم الحبس المؤقت. وبعد إجراء خبرة عينية ميكانيكية على الحافلة، توصل التحقيق الابتدائي لمخالفة عمدية صارخة لعدم الالتزام بواجبة السلامة والتنظيم للسير. التحقيق الابتدائي توصل إلى مخالفات عمدية صارخة بعدم الالتزام بواجبات السلامة، بعدم الالتزام بواجبات الاحتياط التي يفرضها القانون أو التنظيم. بداية كانت من الحمولة الزائدة غير القانونية، حيث أنه كان على متن الحافلة 45 راكبا أكثر من طاقتها الاستيعابية. أكثر من ذلك أن المعاينة التي تمت من خلال ضباط الشرطة القضائية بتفحص أشرطة الفيديو للكاميرات المنصبة قبل الجسر أبانت بأن الحافلة كانت ممتلئة عن آخرها، كما أن مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية اللازمة باعتباره يعمل في مؤسسة عمومية، وكعمل إضافي يقوم بقيادة هذه الحافلة يوم الجمعة، وهو ما يعد عمل غير قانوني. اتضح كذلك أن سائق هذه الحافلة غير مؤمن باعتباره ساكن إضافي. اتضح كذلك أن مرافقه قابض التذاكر غير مؤمن. ومن جهة أخرى توصلت الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي المعد من قبل خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام إلى أن السبب المباشر للحادث المأساوي يعود إلى أن السبب المباشر للحادث هو توقف منظومة التوجيه أو توقف نظام التوجيه، وذلك بفعل خلل على مستوى مفصل التوجيه، وهو ما أعاق الحركة المفترضة لعناصر المنظومة. بذلك فإن هذا التعطل أو هذا التوقف un blocage du système de direction كان سببه مشكل أو عطل في لا روتول دو ديريكسيون، ومنه تم إعاقة الحركة كليا، ولم يتمكن سائق الشاحنة أو سائق الحافلة من توجيهها. زيادة الحمولة ضاعفت هذا العطل، مما أدى إلى عدم إمكانية التحكم فيها. الفحص الميكانيكي بين نقص صيانة الحافلة، بين بأن منظومة التوجيه بها عدة أعطال أخرى وتسربات لزيت علبة التوجيه، بين كذلك بأن منظومة الفرملة ضعيفة وأن بها انخفاض في فاعليتها، بين كذلك بأن فرامل اليد معطلة تماما، وهو ما ألغى إمكانية التوقف الاضطراري للحافلة. التحقيق الابتدائي كذلك توصل بأن الوثيقة أو بأن محضر المراقبة التقنية المعد من طرف المراقب التقني للمركبات لم تسجل به أي ملاحظات أو أعطال للحافلة. وفي رده على سؤال حول احتمال وجود أسباب أخرى تقف وراء هذا الحادث المأساوي، أكد وكيل الجمهورية
ونيابة الجمهورية لن تتوانى إطلاقا عن توجيه الاتهام بعد تحديد المسؤوليات لأي شخص ثبتت مسؤوليته الفعلية في الحادث من قريب أو من بعيد. وفيما انتهت اليوم رسميا إجراءات التحقيق الابتدائي، تبقى إجراءات التحقيق القضائي متواصلة. هذا ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد رفقة وزير الري طه دربال تقديم العزاء والمواساة لذوي ضحايا الحادث البأساوي ببلدية ولد رشاش بولاية خنشلة، حيث تقطن عائلة المرحوم بإذن الله بالضياف عبد الحكيم، وذلك بحضور السيد الأمين العام لولاية خنشلة وسلطاتها المحلية. كما بلغ الوزير تعازي السيد رئيس الجمهورية وعبر عن بالغ التأثر وخالص المواساة لأسر الضحايا في هذه المحنة. الموقف تاع الدولة ونتاع السيد رئيس الجمهورية الذي دوما هو قريب من مواطنيه، وما يعني يحس بما يحسوا ويتألم بما يتألموا، لذا أبى إلا أن يوفدنا هنا لنقدم واجب العزاء ومن جديد يعني نعبروا على ما يكنه لشعبه من مشاعر طيبة ومن متابعة. رحم الله ضحايا الحادث وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. في إطار المهام التي تنفذتها مختلف مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتدخل خلال الكوارث الطبيعية، وعلى إثر اندلاع بعض الحرائق بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة والتي مست مساحات غابية وعرة، إثر ذلك سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي يوم أول أمس عدة طائرات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق بمنطقة توريرة أغيل دائرة أذكار بإقليم القطاع العسكري ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة، أين تم إخماد الحرائق التي شهدتها هذه المنطقة الغابية الجبلية دون تسجيل أي خسائر بشرية ومادية. تجدر الإشارة أن تدخل مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي يندرج في إطار دعم جهود مختلف المصالح المشاركة في عمليات إخماد الحرائق من الحماية المدنية ومحافظة الغابات بالولاية. أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل عن تمديد آجال تحميل الطعون المتعلقة ببرنامج عدل 3 إلى غاية 6 سبتمبر 2025 كآخر أجل. وجاء في بيان للوكالة بأن عملية تمديد آجال تحميل الطعون يعد فرصة إضافية لتمكين جميع المعنيين من استكمال إجراءاتهم، كما تهدف العملية إلى تسهيل دراسة ومعالجة الملفات في أقرب الآجال. هذا ودعت وكالة عدل راغبين في الحصول على المزيد من المعلومات الاتصال بالرقم الأخضر 3040 للإجابة عن جميع استفساراتهم. استقبل أمس وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل. اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة شكل فرصة لاستعراض مساهمة الجزائر في نشاطات المنتدى وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، والتأكيد على أهمية الدور المحوري لهذا المنتدى في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء. كما تناول الطرفان أسواق الغاز العالمية وآفاقها المستقبلية، مؤكدين على ضرورة تكثيف التشاور وتبادل الخبرات لضمان استقرار الأسواق. من جهة عبر الأمين العام للمنتدى على ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع الجزائر، مثمنا إسهاماتها الثابتة في ترقية أعمال المنتدى. واختتم اللقاء بتأكيد وزير الدولة على التزام الجزائر بمرافقة جهود المنتدى وتعزيز دورها كبلد فاعل ومسؤول في أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما في مجال الغاز. في تطورات حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، ارتقى أمس أكثر من 50 شهيدا على الأقل وأصيب العشرات في قصف جوي صهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية وبكل وحشية خيام ومنازل المدنيين، ليقف التلفزيون عند الفئة الغضة من ضحايا هذه الحرب الوحشية. مأساة أطفال غزة الذين يكابدون القهر ويعيشون ظروفا قاتلة لأحلامهم في ورشات الشقاء بدل من مقاعد الدراسة، يقول سلام العوضي.
هؤلاء الأطفال الثلاثة نجوا من صواريخ الاحتلال، لكنهم لم ينجوا من قسوة الظروف التي فرضتها الحرب، فبعد أن حرموا من مقاعد الدراسة وجدوا أنفسهم مجبرين على العمل في مهنة والدهم، تصليح الإطارات، وهي مهنة شاقة قد يعجز عنها حتى بعض الكبار أحيانا. أنا أولادي جايبهم معايا يشتغلوا من الشوارع بدل ما يكونوا في الشوارع، وانتم شايفين كيف الحرب يعني دمرتنا. صار يعرف يفكوا ويعملوا ويسووا، واللي انت عارف كيف العيشة غالية. قصف الاحتلال لم يترك لهم بيتا ولا ورشة يعتاشون منها، فكان لوقوف هؤلاء الأطفال إلى جانب والدهم أثر عظيم في إعادة الحياة من جديد. داخل خيمة بسيطة في قلب مدينة غزة شيدوا ورشة بديلة بعد أن دمرت ورشة العائلة، ليقضوا جل وقتهم فيها بدلا من مقاعد الدراسة التي حرموا منها مبكرا بعدما أوقف العدوان مسيرتهم التعليمية ودمر معظم المدارس. الحرب دمرت المدارس وما فيش مدارس، واحنا بنيجي نساعد ابويا والاسعار كلها غاليه. ابويا ما رضيش يجيب عمال من برا، فقلنا له بنجيب، احنا بنشتغل معك بدل ما تجيب، وعشان بدل ما يجيب العمال هذا المصروف اللي بدله اياه اجارهم بنجيب فيه اكل. هؤلاء الأطفال ليسوا حالة فردية، بل هم صورة لآلاف الأطفال الذين حرموا من حقهم في التعليم بفعل العدوان على غزة. فالشوارع والأسواق باتت تعج بأيد صغيرة تبيع ما تيسر في مشهد مؤلم لم تعرفه غزة قبل الحرب. كنت أروح على المدارس قبل الحرب، بس دمروها الاحتلال اليهود. المدارس لقيت فيش مدارس نروح عليها، بطلع من الصبح ببيع غريبة عشان أجيب لأهلي مصاري. مأساة أطفال غزة لا تتوقف عند دخولهم لمهن لا تتناسب أعمارهم فحسب، وإنما يعيشون ظروفا قاتلة وقاهرة لأحلامهم. سلامة العوضي، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في فرنسا تطفو سياسة اليمين المتطرف المتشدد تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر منابر إعلامية فرنسية عمومية وخاصة التي فرضت مناخا من الانقسام داخل المجتمع الفرنسي. يقول محمد قيس. المشهد السياسي في فرنسا ينبض على إيقاع انحرافات توجه روتايو نحو مواقف اليمين المتطرف المبتعد عن تقاليد الديمقراطية التي تأسست عليها الحياة السياسية في البلاد. تحول لعبت فيه وسائل الإعلام الفرنسية العمومية والخاصة دورا محوريا ساهم في إعادة صياغة النقاش العام حول قضايا الهجرة والأمن والدبلوماسية وتحويلها إلى مرتكزات أساسية لخطابات متشددة. Un vrai rédacteur en chef? Bah non, mais explique. Peut-être parce qu'il y a un projet idéologique derrière votre chaîne. Alors pourquoi? Bah je sais pas. Non, mais interrogez-vous. Pourquoi CNews, qui est un projet idéologique d'extrême droite, diffuse des fake news, vise des antifascistes et vise constamment le groupe de la France Insoumise et ses représentants en diffusant des fake news, en calomniant, en insultant et en prétendant faire du journalisme. وأثارت هذه التوجهات الجديدة انتقادات حادة من اليسار والجمعيات الحقوقية وحتى من داخل الحزب نفسه. La manière dont on parle des musulmans aujourd'hui à la télé française, mais c'est sidérant. C'est, je le dis, sidérant. ويرى الخبراء أن اليمين المتطرف الذي استخدم وسائل الإعلام لتسلق سلم السياسة الإيديولوجية معتمدا على سياسات داخلية صادرة عن ختم زعيم التطرف روتايو. وبذلك باتت العلاقة بين الإعلام والسياسة في فرنسا عنصرا رئيسيا في تكريس خطاب يعتمد على الكراهية السياسية كمنهج واختيار. تجسيدا لمبدأ التشاور والتفاعل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، أشرفت ابتسام حملاوي رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني بولاية بسكرة، أشرفت على لقاء جمع عددا من الجمعيات في فضاء تحاوري يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار وترقية العمل التطوعي بما يسهم في دعم مسار التنمية المحلية. وبمقر اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري، أشرفت ابتسام حملاوي على إطلاق حملة تضامنية ممثلة في توزيع المحافظ المدرسية
على الفئات الهشة والمعوزة، إضافة إلى حضور عدد من أنشطة اللجنة. في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطن، عالجت محكمة سيدي محمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطن متكونة من 8 أشخاص، حيث تم ضبط 2 منهم في حالة تلبس. ويتعلق الأمر بالمدعو عطاف الهادي عمره 51 سنة والمدعو نجازي رابح عمره 34 سنة، بحيازتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع إكستازي تقدر ب 143.9 كيلوغرام، وكمية 54 غراما من مخدر الكوكايين. وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، تم توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، فيما بقي 3 أشخاص آخرين في حالة فرار. وبتاريخ 19 أوت 2025 تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطن بغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين، جناية التهريب الخطير، الماس بالأمن والصحة العمومية، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية. إلى أجواء التنافس والنفحات الروحانية، عرفت السهرة التنافسية الأولى للبرنامج الإنشادي حادي الأرواح مشاركة دولية مميزة بالمركز الثقافي لجامع الجزائر. وتحمل هذه الطبعة بعدا دوليا عربيا وإفريقيا بمشاركة متسابقين من 8 دول إلى جانب الجزائر، ليتنافسوا عبر 3 سهرات مبرمجة أيام 19 و26 و30 أوت الجاري. ونختم بالصفحة التاريخية وبواقعة تتزامن وهذا اليوم من عام 1873، حيث أصدرت السلطات الاستعمارية الفرنسية قرارا بنفي بعض قادة المقاومة الشعبية من أرضهم الجزائر. وفي الذكرى نظمت أمس القنصلية الجزائرية في نيس زيارة ميدانية إلى جزيرة سانت مارغريت التي هجر إليها العديد من الجزائريين. الزيارة تهدف إلى ترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الشباب. تقرير عواطف عيشاوي. لإرساء ثقافة الذاكرة الوطنية لدى جيل الاستقلال من الجالية الوطنية في فرنسا، زيارة ميدانية نظمتها القنصلية الجزائرية في نيس إلى جزيرة سانت مارغريت في عرض البحر المتوسط. تحكي هذه المقابر التي يسكنها رفاة 270 جزائريا جريمة تهجير قسري قام بها الاستعمار الفرنسي بين عام 1841 و 1884 في منفى جزيرة سانت مارغريت. لم تقتصر جريمة فرنسا على نفي رجال المقاومة الشعبية، بل ألحقت بهم عائلاتهم واحتجزتهم داخل أقبية قلعة في ظروف لا إنسانية، إذ جوعوا وتعرضوا للبرد والإذلال والتعذيب. يشرح البروفيسور مصطفى خياطي لهذا الجيل أن فرنسا في تلك الحقبة وفي هذا المكان عذبت أجدادهم بشتى الأساليب. لا يمكن إحصاء عدد الجزائريين المهجرين من وطنهم قصرا إلى المنفى، ولا يمكن تقدير حجم المعاناة التي تكبدوها، لأن فرنسا المجرمة طمست جرائمها وتأبى الاعتراف بها حتى الآن، وما خفي كان أعظم. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام نشرة منتصف الليل، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.